السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم حبيباتي معايا في فيديو جديد. في هذا الفيديو ان شاء الله بغيت نشارك معكم طريقتي في تحضير البصاره ديال الفول اللي نقيته وغسلته من قبل هكذا على الشكل، ودرت معاه واحد 4 ديال الدريسات ديال الثومه هنايا كيف ما كتشوفوا اللي نقيتهم وغسلتهم حتى هما. بالنسبه للطريقه ديال البصاره ديال الفول اولا ديال الجلبان راهم بحال. المهم هنايا درت الماء كيغلى في الكوكوط، درت معاه شويه ديال الزيت العاديه ديال الطياب مع شويه ديال الملحه وخليته حتى غلى هنايا مزيان. صافي غادي نضيف فيه هذاك الفول هو هذوك الدريسات ديال الثومه. صافي هنايا حبيبتي غادي نسد عليه وغنخليه يطيب، ولكن كديروا على عافيه مهيله. صافي هنا تقريبا المهم انا ما خداش معايا الوقت بزاف، ما عرفتش تقريبا شي نص ساعه لقيتها هكذا هي طابت. وضروري ما كضربوها شويه في المونينيكس اولا كتاخذوا هذاك هاد الميكسور بحال هكذا صافي وكطحنوها. صافي هذا هو الشكل النهائي ديالها حبيباتي، كتجي هكذا على شكل انا كنقدمها في الطويجين. بالنسبه للعطريه اللي كتحتاج البصاره هي فقط الملحه والزيت. في الاول كنديروا معها شويه الزيت ديال الطياب العاديه، ومن بعد راه كنديروا شويه ديال زيت العود وكنزيدوا شويه ديال الكمون وصافي. هذا ما كان حبيباتي، بالصحه والراحه.